اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبنا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. مع قناة هلا حسنين. يلا واللي لسه ما اشتركش في قناتي يشترك، وبرحب بكل اللي اشتركوا معايا. يا رب عيلتي تكبر اكتر واكتر بيكوا يا رب ان شاء الله. النهارده يوم جديد وروتين جديد، ونقول كده بسم الله ونصلي كده على النبي ونبدأ اليوم. كانت الجو حلو كده فقلت ايه اما اعمل معاكم روتين. فتحنا كده الشباك وهنظبط الركنة دي. الأوضة بقى كانت مبهدلة وكده، فقلت ايه لما اصور معاكم. يلا واللي عايز يقوم يعمل حاجة يعملها كده، وما تسيبيش شغلتك لبكرة. يعني ما تقوليش لا بكرة هعملها، لا خليها لبكرة، لا كل يوم بيوم. وانتي لو كل يوم تصحي من النوم تشوفي اللي هتعمليه، الدنيا هتبقى نظيفة. يعني مش تقولي النهاردة نظيفة، لا لو نظفتي نظافة على نظافة الجو بيبقى فظيع معاكي بصراحة، ما بتاخديش وقت في التنظيف. انما لو سبتي يوم على يوم خلاص الدنيا خربت كده. يعني ما بسيب يوم على يوم بتبقى حاجة فظيعة. وانا كنت هفرش كده، والاخر قلت بقى بعد ما شلت السجادة، قلت لما اشيل الركنة واعمل وراها. بعد ما فرشت وظبطت قلت لا، شلت الركنة وكنست من وراها تاني. كنت بدور بصراحة على حاجة، هو انا كنت كنسة من وراها ومكانها نضيف، يعني ما كانش فيها زبالة، بس انا كنت بدور على حاجة فكنست بقى بالمرة. بعد ما عدلت كده تاني رجعت تاني شلت السجادة وشلت الركنة، وما لقيتش اللي انا بدور عليه وظبطتها. يلا بقى كل اللي بيتابعني لأول مرة يحط لي اللايك والاشتراك. اهو كده كنت بظبط بقى المخدات وبعدل الدنيا. وبعد ما عدلت كده وظبطت افتكرت ان انا ضايع مني حاجة، فقلت ادور عليها بالمرة. فشلت الدنيا تاني وقلبتها وما لقيتش اللي انا بدور عليه برضو. طبعا الاولاد كل حاجة بيرموها وبيبهدلوا الدنيا كده. بقى كنت خلاص اقفل الشباك وكده، كنت فكرت خلصت وخلاص. رجعت كل حاجة تاني زي ما كانت، بهدلت الدنيا تاني. بس بعد ما شلت السجادة بقى ونفضتها، شلتها ونفضتها يعني احسن حاجة، بدل ما اكنسها كده ولا اكنسها بالمكنسة بحب اشيلها وانفضها على طول وامسح مكانها وافرشها تاني، يعني بتبقى اسهل واحلى على طول اهو. ما شاء الله الشغل ما بتاخدش كده. بقى كنت بشيلها من الناحية التانية، كانت الدنيا طبعا مليانة تراب، والحمد لله يعني انا عملت ده كله. واحسن حاجة ان انت تشيلي الفرش وتنفضيه بدل ما تكنسي كده من على الوش، لا شيلي وتكنسي وتمسحي الدنيا بتتعدل بصراحة، يعني بتبقى الشكل حاجة تانية. بعد ما كنست الارض شلت الركنة، بس هي ما كانش تحتها يعني ايه تراب كتير. اهو كده كنت بشيلها وما لقيتش تحتها يعني تراب كتير ولا حاجة، يعني عشان انا كنت عاملة تحتها، بحب اعمل تحتها بصراحة. بس تحتها بص ما فيهاش حاجة اصلا، بس انا عشان بقى كنت بدور على حاجة فقلت ايه معايا بالمرة، يعني ايه بدل ما ارجع اقلب الدنيا تاني. ابني كان بيتجول طبعا بيبهدل الدنيا، طبعا انا اروق وهو يبهدل، انا اروق وهو يبهدل.
يعني تحتها برضو كان نضيف. فاحسن حاجة لما بأكنس واجي الاقي تحت الحاجة اللي انا بكنسها نضيفة برتاح. لو لقيت تراب كتير ولا حاجات كتير بستغرب كده في نفسي، اقول هو انا سبتها ده كله يعني الفترة دي كلها عشان توصل للدرجة دي؟ بس بصراحة لما بعمل كل يوم في الشقة حاجة، يعني مثلا مش هقول لا ده انا مروقة امبارح، بصحى برضو اعدل الركنة تاني واروق واعمل، بتبقى الدنيا نظيفة. باجي اروق بقى بتبقى الترويق سهل بصراحة ونفسي مفتوحة. لو سبتها ولقيت الدنيا كده مبهدلة جامد بتبقى بصراحة مش عايزة اعمل حاجة، بتبقى خلاص. كده كنت بديها برضو تنفيض على السريع. انا مش عارفة لما الشمس بتدخل بحس ان في عفار معاها برضو يعني، او تراب او اي حاجة داخلة. بصراحة يعني بحب